بص، ناس كتير بتحاول تفهم هو ليه فلان سابقني، ليه في ناس بتنجح اسرع، ليه هو اتشاف وانا لا، وبيفضلوا يدوروا دايما على اجابات من نوع يمكن عشان هو عنده واسطه، يمكن حظه احسن مني، يمكن ظروفه اسهل مني. بس قليل جدا اللي بيسال نفسه هو بيحب شغله، الشخص ده بيحب الحاجه اللي هو بيعملها ولا لا. اللي بيحب شغله بينجح اسرع، مش عشان هو عنده طاقه خارقه، لا، عشان لما بيتعب مش بيحس انه بيعاقب نفسه، لما بيقعد زياده مش بيقعد يحسبها بالدقايق، ولما بيغلط بيتعلم ومش بيتكسر. حب الشغل هو الوقود اللي بيخليك تكمل وانت مبسوط حتى لو الدنيا مش كامله وحتى لو كل حاجه مش مثاليه. تعال اقول لك حاجه، في واحد بيشتغل كويس بس كل حاجه بيعملها على السطر، بيشتغل وبيخرج وبينجز المطلوب وخلاص. وفي واحد تاني ممكن نفس المستوى بس بيشتغل بقلبه، بيفكر، بيحاول، بيضيف لمسته الشخصيه، بيتعب شويه اكتر، بس في الاخر الفرق بيبان. هو ده اللي بيتشاف، هو ده اللي المدير بيثق فيه، هو ده اللي لما بتيجي ترقيه بيقولوا فلان ده قلبه على الشغل. فحبك لشغلك مش معناه ان كل حاجه تبقى مثاليه، ولا انك مش هتتعب او هتتعصب او تزهق، بس معناه انك شايف قيمه في اللي انت بتعمله، شايف نفسك فيه، وشايف انك بتكبر كل يوم شويه. في ناس بتشتغل بقلبها فبتكسب قلوب الناس، ومين فينا ما يحبش يشتغل مع حد حابب اللي هو بيعمله؟ مفيش حد بيستثمر في موظف بيكمل عدد، لكن دايما الناس والمديرين بيحبوا يستثمروا في اللي حابب مكانه، في اللي باين عليه انه مش جاي يضيع وقته وخلاص. طيب تعمل ايه لو مش بتحب شغلك دلوقتي؟ مش لازم تمشي، ابدا دور على جزء صغير بتحبه، مهمه بتعجبك، طريقه معينه تشتغل بيها، شخص بترتاح له، وابني على ده حاجات كتير. حاول تسيب لمستك حتى لو في ابسط شغلانه، لان التفاصيل الصغيره هي اللي بتخلق الشغف. وفي اخر اليوم اللي بيشتغل بقلبه بيتشاف، واللي بيشتغل بقلبه بيتقدم اسرع، واللي بيشتغل بقلبه بيكون ليه مكان حتى لو لسه ما وصلش. اسال نفسك، انا حابب اللي بعمله ولا لا؟ هل في حاجه اقدر احبها فيه؟ وهل ينفع اضيف حاجه من روحي تخلي الشغل ليه طعم وليه احساس؟ حبك لشغلك هو طريقك للنجاح. والناس بتحس باللي بيشتغل وهو فرحان، وبيستحقوا يكونوا في اول صف دايما. لو الفيديو ده لمس حاجه فيك شاركنا في الكومنتات ايه اكتر لحظه حسيت فيها فعلا انك بتحب شغلك، وايه الحاجه البسيطه اللي ممكن ترجع لك حماسك.